السلام عليكم. انشغل العالم والإعلام العالمي والعربي بموضوع المباحثات بين أمريكا وإيران، وطلعوا كثير من المحللين السياسيين يتكلمون على نتائج المباحثات، وطرحوا تحليلات سياسية مختلفة الآراء. بس للأسف ولا واحد من المحللين طلع ذكر السبب الرئيسي لإيقاد هذه المباحثات وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وهو السبب الاقتصادي اللي مثل ما راح أوضحه في هذا الفيديو. مثل ما نعرف أن أجندة الرئيس الأمريكي هي أجندة اقتصادية بنسبة كبيرة، والغرض منها رفع الاقتصاد الأمريكي وتحسين دخل الفرد الأمريكي والقومي بشكل عام. وكل القرارات اللي أخذها الرئيس دونالد ترامب منذ دخوله البيت الأبيض هي قرارات لتحسين ورفع دخل الاقتصاد الأمريكي. مثلا ترحيل المهاجرين الغير شرعيين هو قرار اقتصادي صحيح 100%، حتى يوفر فرص عمل للمواطنين المقيمين الرسميين ويرفع من دخلهم المحلي، ويرفع من الاقتصاد الامريكي كذلك لانه راح يدفعون ضرائب اكثر. نفس العمليه في موضوع فرض الضرائب على الدول اللي تصدر بنسبه كبيره لامريكا. هذه قرارات او استراتيجيات اقتصاديه صحيحه بشكل 100%. نرجع لموضوع المباحثات. احنا مثل ما نقول الجواب بين من عنوانه. يعني الوفد الامريكي يرأسه السيد ستيف ويتكوف. السيد ويتكوف هو صاحب مجموعة ويتكوف للاستثمارات، ويتكوف جروب، رجل ملياردير أمريكي ناجح. والشخص هذا ناجح في موضوع عقد صفقات واتفاقات تجارية مع دول العالم، ودلالة على ذلك شركته الناجحة لها أفرع في مختلف دول العالم. بينما يمثل الطرف الإيراني عراقتشي، اللي هو إنسان آه، مخضرم في عالم السياسة والمباحثات بين إيران والدول الثانية. فالرسالة الأمريكية من الوفد هي رسالة مبين عنوانها. وهذا اللي صار خلال المباحثات. طغى الجانب الاقتصادي بنسبة كبيرة عن المباحثات، مع جوانب أخرى ما أتطرق لها أبدا لأن أني مو اختصاصي ولا لي علاقة بها ولا حتى أفهم بها. اختصاصي الجانب الاقتصادي. مثل ما يعرف الرئيس دونالد ترامب يقيم علاقاته مع الدول على أساس تجاري بالدرجة الأولى، يعني يكمل ورقة وقلم ويسجل اسم الدولة ويشوف الصادرات والواردات والأرباح وشلون ممكن أمريكا تستفاد اقتصاديا من هذه الدولة. وهذه استراتيجية ناجحة بنسبة 100%، لأن اقتصاد الدولة كل ما يقوى موقف الدولة أمام دول العالم. الاقتصاد هو عصب الحياة لأي دولة بالعالم. إيران مثل ما نعرف، وهذه الأرقام اللي راح نقولها مو بصدد الدفاع عن أي دولة، بس هذه الأرقام موجودة في الإنترنت، موجودة في ويكيبيديا وفي تقارير عالمية وحتى عند وزارة الطاقة الأمريكية. إيران تملك ثاني أو ثالث أكبر احتياطي غاز بالعالم، ومن أكبر الدول اللي تملك احتياطي نفط بالعالم. طبعا هذه الأرقام، الاحتياطي النفطي والغازي لدى إيران يمكن استخدامه لمدة 140 سنة قادمة. وطبعا اكو دول ثانية لها وزن وشأن كبير جدا أيضا، مثل المملكة العربية السعودية ودول الإمارات العربية المتحدة وروسيا وأمريكا والعراق، حتى من ناحية الاحتياط النفطي ثقله من هاي الناحية. هذه الأرقام في نظرة رجل اقتصادي ما يمكن إهمالها، وخصوصا أنه الاقتصاد هو عصب الحياة. فاللي حصل صار اجتماع ساعة ونص. الموضوع الاقتصادي طغى أو كان له نسبة كبيرة، وأمريكا سألت إيران سؤال واحد، أنه إحنا لو دخلنا وحبينا نسوي علاقات أو استثمارات بين البلدين، كم المبلغ اللي ممكن تعطيناه الحكومة الإيرانية لأمريكا والشركات الأمريكية للاستثمار؟ نريد إحنا منكم رقم. هذا السؤال مبني على قصة واقعية حصلت في 2021. في 2021
الصين وقعت مع إيران اتفاقية لمدة 25 سنة بقيمة 400 مليار دولار. طبعا هذا 400 مليار دولار باستثمارات في مجال الطاقة والغاز والبنية التحتية وغيرها من قبل الشركات الصينية. الاتحاد الأوروبي وأمريكا أيضا على رأسهم ما ممكن تترك مثل هذه الوليمة. وليش راح تتركها للصين تقعد تتفرج والصين تستغل الموضوع؟ فهذا كان محور أساسي من محور المحادثات. والسؤال اللي سأل من الطرف الأمريكي للطرف الإيراني، انطونا رقم لو دخلنا في اتفاقيات. طبعا الوفد الإيراني تفاجأ، يعني ما عنده رقم، ومثل هذه الأرقام يجب مناقشتها داخليا مع الحكومة. أي وفد يعني ما ممكن يعطي رقم من غير الرجوع للحكومة المركزية. ولهذا رجعت الوفد الأمريكي، عفوا، ولهذا الوفد الإيراني رجع إلى إيران تباحث، وبعد يومين صرح انه مستعدين احنا ننطي او نوقع اتفاقيات بقيمه 4 تريليون دولار، يعني 10 ضعاف القيمه الموجوده واللي وقعت مع الصين اللي هي 400 مليار دولار. 4 تريليون دولار في لغه الاقتصاد ينعش اقتصاد امريكا ل5 الى 10 سنوات قادمه. حتى الاتحاد الاوروبي ما يمكن تجاوزه. هذه من نقطه، من نظره من وجهه نظر اقتصاديه ومن منظور اقتصادي بحت. ومن منظور الحكومة الأمريكية برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رجل اقتصادي رجل أعمال ناجح، أكيد راح تأخذ بنظر الاعتبار. بس الحكومة الإيرانية سألت سؤال ثاني، إنه إحنا لو انطينا هذه 4 تريليون هل راح ترفعون الحصار علينا بشكل كامل أو بشكل جزئي؟ بالإضافة إلى ذلك حطت شرط، كانت المباحثات الجاية يجب أن تكون في روما في أوروبا. ليش؟ لإدخال الطرف الأوروبي بالمباحثات، حتى الوليمة والكعكة لا تمنح لأمريكا فقط 4 تريليون، حتى أوروبا تدخل في 4 تريليون. في البداية أمريكا شرطت أن المباحثات مباشرة من غير أي طرف ثالث. إيران شرطت طرف ثالث، لأن إيران عليها حصار من أوروبا كذلك، وأوروبا لها نوع من الشراكات السابقة مع إيران. فإيران بحساباتها قالت لك أنا راح أدفع 4 تريليون لعقد مشاريع مع حكومات، ليش بس الأمريكية؟ خلينا ندخل مشاريع من شركات أوروبية، وال4 تريليون تقسم بين أمريكا وأوروبا، وهم بيناتهم يتقاسمون. أحسن ما أنا أعطي 4 تريليون إلى أمريكا وترجع أوروبا تقول يعطيني تريليون إضافي أو 2، كلفني موضوع أكثر. هذا الشرط. موضوع رفع الحصار الآن راحوا الطرفين. إيران قدمت هذا المبلغ، أمريكا قدمت طبعا، راحت تتفاوض مع الحكومة الأمريكية، الوفد الأمريكي. طبعا إيران قدمت هذا العرض بعد يومين من المباحثات الأولى. الوفد الأمريكي الآن قاعد يتباحث أنه ما مستوى رفع العقوبات، هل جزئي لو كلي. والمباحثات القادمة راح يطغي عليها أيضا الموضوع الاقتصادي، أنه ال4 تريليون هل هي لأمريكا لحالها؟ أوروبا راح تكون تواجه في اجتماع روما، يعني حتى بشكل غير مباشر، بس راح تعرف الأخبار. ال4 تريليون هل تدخل به الشركات الأوروبية؟ رفع الحصار راح يكون من أمريكا بشكل كلي أو جزئي، وهكذا. المناورات راح تستمر، والموضوع الاقتصادي هو عنصر أساسي في المباحثات. أضف إلى ذلك المباحثات راح تشمل أنواع الاستثمارات الأمريكية في إيران. يعني هل يستثمرون في قطاع الطاقة والغاز فقط، ولا البنية التحتية، ولا القطاع المالي، أو القطاع الصحي وغيره. أرجع أقول المبلغ 4 تريليون دولار هو مبلغ هائل من منظور اقتصادي، وما يمكن لأي دولة أن تتجاوز هذا المبلغ، حتى أمريكا. الاقتصاد في ركود هائل، ومثل هذا المبلغ يرفع من مستوى الاقتصاد لأي دولة تكسبه. وهو عرض مغري، بس في شروط بدخول الاتحاد الأوروبي، في شروط برفع العقوبات وغيرها.
أما بالنسبة لموضوع آه، يعني ضربة عسكرية وغيرها، أنا هذا مو اختصاصي، بس أشرحه من منظور اقتصادي بحت جدا. موضوع توجيه ضربة عسكرية موضوع بعيد كل البعد أنا أعتقد، أو حل بعيد جدا لسبب بسيط، أنه صادرات النفط والغاز للعالم كله شرقه وغربه تطلع من منطقة الشرق الأوسط. 70% من الصادرات هي من منطقة الشرق الأوسط. الحرب راح يؤدي إلى توقف صادرات النفط والغاز إلى العالم كله من شرقه إلى غربه. فما ممكن لأي دولة أو لأي رجل رئيس دولة حتى اقتصادي أو سياسي يبدأ مثل هذه الحرب ويشل العالم اقتصاديا. هو الاقتصاد الآن في حالة ركود، والدول الكبرى قاعد تدور على مشاريع. إذا صارت حرب ويتوقف النفط والغاز من المنطقة، تصديره طبعا، هذا راح يؤدي إلى موت الاقتصاد العالمي. فهذه الخطوة ما راح تقبل بها أي دولة بالعالم. فالخطوة اللي اتخذها الرئيس دونالد ترامب هي خطوة صحيحة وذكية جدا في موضوع المباحثات. وبالنهاية يقول لك احنا ليش الصين قاعد تستفاد وقاعد تبني، واحنا بالنهاية أصحاب الخبرات وأصحاب الشركات العملاقة. فأنا أتوقع المباحثات الجاية راح تركز بشكل أساسي أيضا على الجانب الاقتصادي، وكيف يتم تقسيم الأربعة تريليون، وما دور أوروبا بالموضوع، وما دور الصين بالاتفاقية اللي وقعتها مع إيران. وراح تستمر المفاوضات لأشهر إلى أن توصل إلى صيغة معينة ترضي كل الأطراف من منظور اقتصادي بحت. شكرا. كان وياكم دكتور عماد الشيخلي، وإن شاء الله ألتقيكم بحلقة قادمة.